لسه بنكمل معاكم حلقتنا النهارده في نهارك سعيد، وزي ما قلنا لكم في اول الحلقه ان احنا هنتكلم عن الدستور المصري، نتكلم عن نموذج للدستور المصري يعملوا طلبه من الكليات المختلفه. هيكون معانا النهارده ضيوفنا اللي بيشرفونا رئيس الدستور ونائب رئيس الدستور. معانا مصطفى محمود رئيس نموذج الدستور المصري، نهارك سعيد منورنا، وعبد الحميد محمد نائب رئيس نموذج الدستور المصري، منورنا. اهلا بحضرتك. بداية كده قبل ما نفهم ايه موضوع الدستور وايه الايتمز اللي بتشتغلوا عليها، انا عايز اعرف ايه موضوع النموذج، بس نموذج الدستور المصري. هو موضوع النموذج في البداية، هو النماذج اصلا عموما بتقوم على ان احنا فكرة في الواقع بنحاول ان احنا نحكيها. يعني مثلا بنشوف حاجة مثلا زي الامم المتحدة وبنعمل زيها. دي حاجة اصلا بتشتهر بيها كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة. انا طالب في اقتصاد وعلوم سياسية، بس بيشترك فيها كل طلبة الجامعات المصرية، يعني عبد الحميد من كلية هندسة. فالنماذج في العموم بتقوم على ان فكره في الواقع، مثلا زي الامم المتحده، زي منظمه المؤتمر الاسلامي، زي الدستور، زي مجلس الشعب، وبنحاول ان احنا نعمل نموذج طلابي بيحاكي هذه الفكره. ده بقاله سنين يعني ايام ما انا ده كنت في الجامعه بقاله احنا من اكتر من 18 سنه بدات النماذج في كليه الاقتصاد والعلوم السياسيه. فالنموذج بتاعنا هو نموذج الدستور. سؤال بس، عايز اعرف جزء اللوجيستكس، يعني انتوا اللي بتختاروا النموذج اللي انتوا عايزين تشاركوا فيه ولا بيتم توزيعه من قبل حد معين؟ لا، احنا كل بيبقى فيه طالب معين بيقوم بالفكره، بيبقى هو صاحب الفكرة، بيعرضها على إدارة الجامعة فبيتوافق عليها من إدارة الجامعة، وبيبتدي هو بقى يكون ناس. بيقسم النموذج لأكتر من لجان كتيرة. بيبقى فيه البريزيدنت بتاع النموذج اللي هو رئيس النموذج، وبيبقى تحتيه اللجنة اسمها اللجنة المنظمة، ولجنة تانية اسمها اللجنة الأكاديمية. اللجنة الأكاديمية عندنا في نموذج الدستور المصري بتتكون من 3 لجان، بتنقسم ل3 لجان. اللجنة الأولانية لجنة الحقوق والحريات. لجنة الحقوق والحريات هي بتبقى بنناقش فيها كل ما يتعلق بالحقوق اللي هتبقى موجودة في الدستور، وايه اللي هيبقى موجود، ايه المفروض اللي كان موجود في الدساتير اللي قبل كده. دستور سنة 54 كان ناس كتير بتقول ان الدستور ده افضل دستور اتعمل. فاحنا عايزين نناقش، بيتناقش عندنا وبيتدرس عندنا من بعض الطلاب الاكثر خبرة. بيتناقش ازاي الدستور ده، ايه اللي كان موجود فيه دستور 71، ايه العيوب والمزايا بتاعته. فاحنا بندرس في البدايه او بنشرح للطلاب اللي هم الجدد في النموذج ايه الافكار اللي كانت موجوده. النموذج بيبقى سنوي، يعني كل سنه بيبقى نماذج مختلف؟ كل سنه بيبقى نموذج مختلف. نموذج واحد للكليات كلها ولا كذا نموذج؟ لا، بيبقى اكتر من نموذج، بيبقى في اكتر من نموذج داخل الجامعه. تمام. عبد الحميد، انت اول مره تشارك في؟ لا، انا اكيد عشان انا نائب الرئيس فانا شاركت على مدار 4 سنين. أيوة. كنا الاول في نموذج اسمه نموذج مجلس الشعب، وبعد كده نموذج تصحيح العالم. نموذج تصحيح العالم دوت ابتدينا فيه، كنت الاول هيد. مصطفى برضو احنا في لجان منظمه. اللجنه المنظمه اللي مصطفى كان بيقول عليها دي بتنقسم ل8 لجان. 8 لجان بيبقى فيه في كل لجنه هيد، فايس هيد، وبعد كده الممبر، رئيس ونائب رئيس وعضو. احنا الاول انا ابتديت في الاول عضو، وبعد كده بقيت نائب رئيس اللجنه، وبعد كده رئيس اللجنه، وبعد كده طلعت بقيت حسب اجتهاد الشخص وحسب البلان اللي انت بتقدميها، لان انت بتعملي بلان على السنه كلها، الخطه بتاعت السنه. الخطه بتاعت السنه. فاحنا الحمد لله السنه دي كانت فكره النموذج دي فكره جديده عملناها بالاشتراك مع مصطفى. قدرنا ان احنا نكون التيم، نكون اللجنه المنظمه. اللجنه المنظمه عندنا بتكون من 8 لجان. ال8 لجان عندنا في لجنه الريسبشن اللي هي لجنه الاستقبال، دي اللي بتستقبل الطلبه الجدد داخل الجامعه. جوه الجامعه شغلها كله بيبقى، احنا عندنا مقر دعائي شغال دلوقتي حالا داخل جامعه القاهره. الطلبه بتبتدي ان هي تقدم، بيملوا زي ابلكيشن. بعد كده بيتعمل معاهم انترفيو. كل دوت اللي بيقوم بتنظيمه واستقبال الاعضاء طلبه الريسبشن، الناس اللي بتبقى شغاله في الريسبشن. بعد كده عندنا لجنه اسمها الكوردينيشن، تنسيق. دي التنسيق دي اللي هي بتنسق بين الاعضاء وبعضهم، وبتنسق بين ان احنا مثلا عايزين بنعمل مؤتمرات، بنحجز قاعات، بنعمل حفل افتتاحي، حفل ختامي، بيبتدوا ان هم ينسقوا الموضوع ده. زائد ان في لجنه الاتش ار، دي برضه حضرتك لو بصيتي هتلاقي ان احنا اللجان عندنا منقسمه زي طب ماشي، اللجان دي موجوده عامه واللي بيطلع منها النماذج، يعني ما انا مش انا لا، النموذج كنموذج، كل نموذج جواه اللجان دي، جواه لجنتين اللي هي لجنه الاو سي والاي سي، دي لجنه منظمه ولجنه الاكاديميه. بعد كده كل لجنه بتتفرع. طيب قبل ما اتكلم على النموذج بتاع الدستور المصري اللي انتوا بتشتغلوا عليه، انا بس عايز ارجع شويه لورا كده، وفي السنوات اللي فاتت لما كنتوا بتعملوا نموذج زي مجلس الشعب ولا الامم المتحده ولا ايا كانت النماذج،
ما كانش الجامعه بتقمع اي من الممارسات؟ يعني هل كان عندكم خطوط حمراء برضو حتى وانتم بتحاكوا الواقع؟ يمكن كان في طبيعي، كان في بعض الخطوط الحمراء، وان كانت ما كانتش كتيره فعلا عندنا في الكليه. بيقولوا شويه يعني ده طلبه كان وبيهرجوا يعني ولا تمام، كان ده اللي حاصل فعلا. يعني هم كانوا متخيلين ان كل المناقشات اللي بتدور، يعني سواء كنا بنتكلم عن الحريات السياسيه في مصر، المجتمع المدني، الكلام ده، كان النظام السابق كان بينظر للموضوع ده على ان شويه شباب بتتكلم اي بيقضوا كلام وقت. وخلاص، يعني سيبهم. يعني كان بيتعاملوا بمنطق سيبهم يعملوا اللي هم عايزينه، او سيبهم يتكلموا زي ما هم عايزين، لكن في الفعل مش هيفعلوا حاجه. ما ادركوش ان ده هيبقى يعني الكلام اللي بيسبق الفعل. ايوه، يعني لما عملتوا، انت حد فيكم عمل مجلس الشعب قبل كده صح؟ نموذج مجلس الشعب. لما كنتوا بتعملوا امين لجنه سياسات ولا يعني كنا بنقسم كلجان، كان بيبقى فيه يعني كان لحد كبير كان بيبقى فيه حريه في الكلام. يعني كان بيبقى فيه حريه في الكلام، رغم ان كان بيبقى فيه بعض مثلا الناس، انت عارف امن الدوله، كان بيبقى فيه مثلا واحد ممكن يبقى قاعد بيشوف الناس دي بتتكلم في ايه، بس كان في الغالب هو بيطلع يشرب شاي. يعني هو ما بيوجعش دماغه بالكلام اللي بيتقال، يقول لك عادي يعني شويه طلبه شويه طلبه فخلاص وجوه سيبهم، الجامعه مفيش مشكله. حتى احنا حاولنا في الوقت ده ان احنا نحاول ان احنا نصلح، كنا بنعمل كتيبات فيها كل المشاكل اللي بتعاني منها مصر في كل المجالات، في التعليم، في الاقتصاد، في المجتمع المدني، في كل حاجه كنا بنعمل وبنطرح حلول. بنقول حلول الاقتصاد نعمل فيه 1 2 3، المجتمع المدني نعمل فيه 1 2 3، التعليم نعمل فيه يعني بنقول المشكله وبنحط الحل. حلو. يعني احنا مش بس بنناقش المشكلات كده وخلاص. صحيح. يعني احنا ما بنقتصرش دورنا على كده، لا ده احنا كمان بنحط الحلول وبنحط الافكار اللي المفروض اللي هي تتطبق. لكن للاسف ما كناش بنلاقي اذن صاغيه لينا، اللي هي ما فيش حد بيسمع الكلام ده. ما طبيعي، مش انتوا بس، ده العالم، مصر كلها، وحتى الجرايد هو والمجلات بس ما كانش حد بالنسبه بيسمع. للموضوع ده، هو في بس الدول الاجنبيه اللي احنا كنا بنعمل محاكاه ليها، اللي هي زي مثلا مجلس العموم البريطاني، الكلام ده السفاره كانت بتهتم بالموضوع اهتمام شديد جدا عشان تشوف وجهة نظركم في عشان تشوف الموضوع. وجهه نظر الشباب. لكن للاسف مثلا مجلس الشعب كان عمره ما بيفكر ان هو يبص في تصحيح العالم. كنا عاملين مع وزاره الخارجيه، كنا بنتفرج على البرلمان الصغير بيتعمل في التلفزيون، وده كان المحاكاة بتاعة الشعب المصري ساعتها. طب عبد الحميد، كلمني عن النموذج اللي بيعمل الدستور المصري حاليا. انتوا كام حد؟ كام شخص؟ احنا لحد الان حوالي 40 طالب من مختلف الجامعات، من مختلف، عندنا ناس من علوم، ناس من جامعة عين شمس، ناس من أكاديمية أخبار اليوم، ناس من جامعة القاهرة، لأن النموذج بتاعنا شامل كل الجامعات. طيب. مش بنتوقف على جامعة القاهرة، زائد إن عندنا من كل الكليات، في هندسة، في اقتصاد وعلوم سياسية، في علوم، في تجارة، في آداب. كلهم رابعة ولا في من أولى؟ لا، في من أولى أكيد. إحنا بنعمل كوادر. مثلا السنة الجاية ممكن عبد الحميد ومصطفى ما يبقوش موجودين. لازم يبقى في حد مؤهل إن هو يمسك حاجة بعديه، فلازم بيبقى في طالب من تانية وطالب من اولى، زائد ان احنا والنبي مهم قوي تاهيل ناس تمسك مكان ناس دي، عشان احنا بنعاني. لا، ان احنا كمان احنا بننزل. يعني احنا الفتره اللي بقول لحضرتك عليها اللي احنا في الجامعه دلوقتي، احنا معظم التارجت بتاعنا داخل الجامعه الطلبه الصغيرين اللي هو اولى تانية. الجزء ده هو اللي بيجي يملى معانا ابلكيشن وبنحسسه بالاهتمام. فبيبتدي وبنرعاه بقى. بنبتدي نعلمه. خليني اتعامل معاكم على انكم لجنه المية اللي هتعمل الدستور. انتوا قلتوا ان عندكم فئات عمريه مختلفه، عندكم كليات مختلفه، هل عندكم النوع مختلف؟ يعني مراعيين ان يبقى في جندر ايكواليتي، ان البنات قدام الولاد، مسيحيين، يعني موجود. احكي لي كده عن التنوع. احنا عندنا تنوع حتى في الافكار وحتى في الانتماءات الحزبيه والايديولوجيات الفكريه. في عندنا تنوع. يعني هتلاقي مننا الاشتراكي، هتلاقي مننا الليبرالي، هتلاقي مننا ذو التوجه الديني، هتلاقي مننا كل التوجهات. حلو. في ال40 انتوا حارسين في اللجنه. لا، في اللجنه اللي هي يعني تحط نموذج الدستور، في عندنا كل الافكار. مش فاهمه حاجه دلوقتي. اللجنه اللي بتحط نموذج الدستور دول 40 شخص صح؟ تمام. لا تقريبا. ده دلوقتي 40. احنا على مدار بعد ما نخلص، يعني بعد اسبوعين هنبقى 150 طالب. لجنه او سي والاي سي دي هتنقسم لحوالي 100 زيهم او 200. لو راعيني او سي اللي هي ايه قلنا؟ اللجنه المنظمه. اللجنه المنظمه دي هي اللي هيبقى فيها يحتوي 150 طالب. دول اللي هيعملوا الدستور في الاخر؟ دول اللي هينظموا عمل الدستور. دول اللي هينظموا عمل الدستور. اللي هيعملوا الدستور دول حوالي 200 طالب. هيتم مناقشات على مدار السنه كلها لغايه في اخر الترم الثاني قبل الامتحانات. بنبتدي ان احنا نطلع كتيب. الكتيب ده بيبقى خاص بالدستور المصري، بيبقى اسمه نموذج الدستور المصري. يعني